أهلا بكم معانا في جولة جديدة نستكشف فيها نصاً أدبياً، نص غني بالذكريات والمعاني العميقة. اليوم رحلتنا ستكون مع قصة قصيرة مؤثرة للكاتب ريبر هابون، اسمها أطفال الحي، كرة الحرب وذكريات البراءة. القصة دي جزء من مجموعته اعترافات ثميلة. أهلا بك وبالمستمعين. بالفعل هذه القصة مهمة جدا. القصة بتاخدنا لحي سوري، حي مختلط في كرد وعرب. بنشوف الأطفال دول الطفولة جمعتهم بألعابها وشقاوتها قبل ما تيجي رياح الحرب وتفرقهم. هدفنا النهاردة هو إننا نفهم إزاي الكاتب ريبر هابون رسم التحولات المأساوية دي. هنستعرض مقتطفات ونقاط أساسية من القصة. تمام. القصة فعلا بتقدم صورة مصغرة لمجتمع كان متعايش. قوتها في تتبع مصائر الشخصيات دي. بنشوفهم من أيام اللعب والبراءة لحد ما وصلوا لجبهات القتال والانقسام. هي فعلا دراسة دقيقة لتأثير الصراعات الكبيرة على العلاقات الإنسانية البسيطة وإزاي ممكن تتحطم. خلينا نبدأ بتصور الحي ده. الكاتب بيوصف بيوت متجاورة، أسر كردية وأسر عربية عايشين جنب بعض، وبيدينا أسماء الأطفال كأنه لوحة فسيفساء. من العرب مرعي، جاسم، خلف، حسين، تيسير، شافع، سلوم، رمضان ووائل. ومن الكرد مسعود، أجلان، جلال، سرخبن، أزاد ولهنك. الكاتب هو ريبل هابون. التنوع ده هو أساس الحكاية. بالضبط. التجاور ده في الطفولة هو نقطة البداية اللي بتخلي النهاية أكثر إيلاما. كانوا بيشاركوا بعض في المكان واللعب قبل ما الانتماءات الأكبر تسيطر عليهم. ده بيخلي دراسة ألعابهم وتحولاتهم مهمة قوي لفهم رسالة الكاتب. طيب، إزاي كانت ألعابهم دي؟ القصة بترسم صورة حية لأمسيات الصيف، حوالي الساعة 5:30 6 كده، لما الشمس تبتدي تكسر. الزقاق الضيق بيتحول لملعب كرة قدم، والأطفال بيقلدوا أبطال الكرتون زي كابتن ماجد ورابح. في تفاصيل طريفة وأحياناً مزعجة، زي مثلاً لما الكرة تطيش وتروح على سطح بيت من بيوت الجيران. الكاتب ريبر هابون بيوصف رد فعل الجار المتوقع، بيقول: وعندها إما أن يمزقها صاحب البيت مهدداً ومتوعداً الأطفال المشاغبين، أو يعيد الكرة للأطفال كي يكملوا لعبتهم، محذراً إياهم من رميها للسطح مجدداً. تفاصيل صغيرة، بس بتعكس حياة الحي اليومية وقتها. التفاصيل دي برغم بساطتها هي اللي بتبني عالم القصة. الكورة الغالية، سلطة الجار، قواعد اللعب اللي مش مكتوبة. بس اللافت أكتر هي الألعاب التانية اللي الكاتب وصفها، ألعاب بتتجاوز مجرد لعب الكورة البريء. صحيح، في ألعاب أخطر، زي لعبة رمي الحجارة بين فريقين، كل فريق يستخبى ورا دار خربانة. لعبة ممكن تنتهي زي ما القصة بتقول بشق راس أحدهم أو كسر يد آخر، وساعتها الأهل يتدخلوا عشان يفضوا الخناقة. وفي كمان مغامرة تانية، البحث عن بيوت الدبابير ورميها بالحجارة. الكاتب بيوصف إزاي الأطفال بيواجهوا الدبابير دي، وإنها تتصدى ببسالة لتحرشات الأطفال بها. وبيكمل: فالأقل حظاً وحركة هو الذي يقع في حصار تلك الدبابير الحمراء، فتحيطه من كل اتجاهات وتلدغه في كل أماكن جسمه. هل الألعاب دي ليها دلالات أعمق من مجرد شقاوة أطفال؟ أعتقد كده. الألعاب دي اللي فيها مزيج من البراءة والعدوانية ممكن نقرأها كأنها تدريب مبكر، يمكن غير واعي، على ديناميكيات الصراع. الاستخباء وراء الخرايف في لعبة الحجارة بيشبه تكتيكات قتالية صغيرة. مواجهة الدبابير فيها تحدي للخطر وإثبات للشجاعة. الأنماط السلوكية دي، التنافس، العنف، الشجاعة، التحالف، كل ده هيظهر بعدين في سياقات تانية أكثر مأساوية للأسف. وفي قلب الديناميكيات دي بنلاقي شخصيتين عكس بعض تماماً، سلوم وآزاد. سلوم الأكبر سناً بيمثل القوة الغاشمة. القصة بتوصفه إنه عنيف، لسانه سليط، وقائد عصابة من إخواته اللي من زوجات أبوه الثلاثة، محدش يقدر يعارضه. الكاتب بيصور وحشية سلوم اللفظية كمان، بيذكر عادته في الشتيمة والإهانة قبل ما يقبل حد يلعب معاه. وفي مثال صعب قوي بيعكس تسلطه. القصة بتذكر إنه كان ممكن يقول لحد: هل تريد الانضمام إلينا أيها القذر؟
شرطي هو أن تجعلني أمتطيك أمام ولادك وأغتصب أختك داخل حظيرة التبن. قسوة بتكشف كتير عن بيئة الهيمنة في الحي. شخصية سلوم دي تجسيد للفتوى أو المتنمر الطفولي. سلطته مبنية على القوة الجسمانية والعنف اللفظي وشبكته الاجتماعية، يعني كترة إخواته. تصوير الكاتب للقسوة دي حتى لو كانت صادمة ضروري عشان نفهم ميزان القوة اللي هيجي أزاد بعد كده يتحدى. أيوة، أزاد هو النقيض، قصير، جسمه هزيل، لكنه الوحيد اللي زي ما القصة بتقول تمرد على سلوم. في حادثة مهمة قوي لما سلوم كسر إزاز شباك بيت أزاد. رد فعل أزاد كان غير متوقع بالمرة. هجم كالمجنون ولوحده، ممزقاً قميصه المكوي. التمرد ده رغم فرق القوة الجسمانية هو اللي اداله مكانة خاصة بين الأطفال. اللافت في علاقة سلوم وأزاد إنها نموذج مبكر لصراع على المكانة والنفوذ. أزاد ما عندوش قوة سلوم الجسمانية، لكن عنده الشجاعة للمواجهة، والشجاعة دي هي اللي بتخلق له احترام وبتكسر هالة الخوف اللي حوالين سلوم. ده بيورينا إن القوة مش بس عضلات، لأ، دي كمان إرادة وتحدي. والتحدي ده بياخد شكل جديد ومنظم أكتر. بعد فترة هدوء نسبي، أزاد بيعرض على سلوم فكرة جريئة. بيروح له ويقول: سلوم، لدي فكرة أظنها ستروق لك. بات لدي فريق كردي، وأقترح أن ننظم مباراة كرة قدم بين الكرد والعرب. ما رأيك؟ إزاي نفسر الاقتراح ده اللي بيرسم خط عرقي واضح جوه اللعب؟ أظن ده المنعطف الحاسم في القصة. اقتراح أزاد ممكن نفهمه من كذا زاوية. ممكن يكون تكتيك ذكي منه عشان يستغل الانتماء الكردي ويخلق توازن قوة مع فريق سلوم الأكبر. لكن الأهم في رأيي هو إن المباراة المقترحة دي بتقسيمتها الصريحة كرد ضد عرب بتحول ملعب الطفولة البريء لساحة رمزية للانقسامات العرقية اللي كانت موجودة أو اللي هتزيد بعد كده في المجتمع السوري. دي لحظة فارقة، لحظة بتدخل فيها سياسة الهوية حتى لو بشكل طفولي لعالم اللعب. سلوم كالعادة بيرد بغطرسة، بيقول له تظن أنكم قادرون على هزيمتنا في اللعب؟ لكنه بيوافق في الآخر ويبتدي تشكيل الفريقين. فريق أزاد الكردي بيتشكل بحماس وفيه تحديات بسيطة. مسعود مثلا هيلعب بصندله، أو كلان بيقول إنه هيجيب حذاء جدته البلاستيك القوي. جلال عايز يبقى حارس مرمى زي الكابتن رابح. وأزاد بيقنع 2 كانوا متخانقين، سرخبون والهانك، إنهم ينضموا لأن هذه اللعبة ستفرض وجودهم. الهانك ده كان مصر يلعب حافي. تفاصيل تشكيل فريق أزاد دي بتعكس محاولة بناء وحدة وتأكيد هوية في مواجهة هيمنة سلوم. استخدام المتاح الصندل، حذاء الجدة، تجاوز الخلافات الداخلية عشان الغرض المشترك، كل دي عناصر بتدي بعد أعمق لاستعداداتهم للمباراة الرمزية دي. وفي المقابل فريق سلوم العربي أكبر في العدد، وبيتم اختياره بسلطوية سلوم المعروفة. بيختار 6 لاعبين محددين من اللي قريبين منه: ابن عمو مرعي، ابن خاله جاسم، واخواته خلف وحسين وتيسير ووائل. والباقيين اللي كانوا عايزين يلعبوا بيترفضوا. والقصة بتدينا لمحات عن بعضهم، زي مرعي اللي ساب المدرسة، وخلف اللي كان عدواني في اللعب. تشكيل فريق سلوم بيأكد طبيعة سلطته القايمة على القرابة والسيطرة. المقارنة بين حجم الفريقين ممكن كمان تكون ليها دلالة رمزية على موازين القوة اللي كانت متصورة وقتها، وبالتشكيل ده صورة الانقسام اللي فرضته المباراة دي بتكتمل. وبعدين بتيجي المباراة نفسها. الكاتب بيوصف الأجواء ببراعة: ظهر يوم جمعة، أصوات خطب الجوامع متداخلة كأنها تعليق رياضي. الملعب بدائي جدا، طريق نادر المرور، المرمى عبارة عن حجرتين، المساحة كلها حوالي 20 متر، والكورة كانت كورة سلة مخرومة. إزاي بقى جريت المباراة الحاسمة دي في عالمهم الصغير؟ الكاتب مش بيركز قوي على تفاصيل فنية قد ما بيركز على لقطات ليها دلالة. بنشوف مثلا محاولة سلوم الهجومية ودفاع أزاد المستميت قصاده، وبعدين بتظهر الأنانية الفردية جوه الفريق الكردي نفسه. أوغلان بياخد الكورة ويرفض يمررها لزميله مسعود عشان عايز هو اللي يجيب الجون بنفسه، والأنانية دي بتسبب خسارة الكورة، وسلوم بيسجل هدف تاني. النتيجة بتبقى 2-0، ووقتها بيلاقي الحارس جلال نايم، وسلوم بيصرخ بفرحة وغرور: لقد ركبناهم. العبارة دي بتتجاوز مجرد فرحة بهدف.
وكمان الخلاف اللي بيحصل بعدها بين مسعود وأجلان. مسعود يلومه: لو أنك شطها باتجاهي لكنت قد سددت الهدف. وأجلان يرد: بلى، لكنني أريد أن أحرز الهدف لأني ألعب أفضل منك. الخلاف ده بيكشف عن التصدعات الداخلية في الفريق الكردي، إزاي الرغبة في المجد الفردي ممكن تطغى على مصلحة الفريق. محاولة مسعود اللي بعدها إنه يرد بنفس الطريقة الأنانية بتفشل هي كمان. لكن نهاية المباراة بتيجي بشكل غير متوقع خالص. الحارس جلال يمكن في محاولة يائسة عشان يعوض الأهداف أو يقلد زمايله بيسيب مرماه ويشوط الكورة بقوة. الكورة بتطير فوق سطح الجار، والجار بيخرج غضبان وبيمزق الكورة، وكل الأطفال بيهربوا من الخوف. نهاية مفاجئة ومبتورة. اللي أنهاها قوة خارجية، الجار، مش نتيجة المباراة نفسها. ممكن نقرأ ده كرمز قوي لنهاية مرحلة الطفولة والبراءة. المرحلة دي انتهتش بقرار منهم، لكن بتدخل خارجي عنيف دمر أداة اللعب اللي كانت بتجمعهم، الكورة. النهاية دي بتمهد بشكل مأساوي للقفزة الزمنية اللي جاية في القصة. وهنا بتيجي الصدمة الحقيقية. بعبارة بسيطة وموجعة قوي الكاتب بيقول: تغير الزمن وكبر الأطفال وأصبحوا شباباً. وبعدها بيبتدي يسرد مصاير الأطفال دول اللي كانوا بيلعبوا مع بعض، فريق ضد فريق. خلينا نشوف مصاير أفراد الفريق الكردي الأول. أزاد الفتى الشجاع، القصة بتقول إنه استشهد في معارك الباغوز ريف دير الزور، كان بيقاتل ضمن صفوف قوات حماية الشعب اللي هي وحدات حماية الشعب الكردية YPG اللي حاربت تنظيم داعش في شمال سوريا. أجلان صاحب حذاء الجدة اختفى في سجون داعش وهو رايح من حلب لكوباني، مصيره مجهول. مسعود اللي لعب بالصندل انضم لفصيل كردي سوري آني اسمه بشمركة روجافا وبقى لاجئ في مخيم في إقليم كردستان العراق. أما لهناك اللي لاعب حافي فبات سياسياً وعضواً في الائتلاف الوطني السوري، وده مظلة للمعارضة السياسية، وعايش في تركيا. وزميله في الفريق سرخبون بقى عايش في روجافا، يعني مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا. والمفارقة المرة بقى إن لهناك وسرخبون اللي كانوا زملاء في فريق واحد بقوا خصوم سياسيين بيتهموا بعض على فيسبوك. يا الله، تحولات جذرية ومصاير متناقضة بشكل لا يصدق. من فريق واحد جمعته لعبة لتشتت كامل فرضته الحرب والانقسامات السياسية والعسكرية. شهيد في مواجهة داعش، أسير مصيره مجهول عند نفس التنظيم، لاجئ ومقاتل في فصيل تاني، سياسي في المعارضة برا البلد، ومواطن في منطقة إدارة ذاتية. وحتى الزملاء بقوا خصوم. الحرب مش بس فرقتهم، لا دي حطتهم في مسارات عكس بعض تماما. طيب والفريق الثاني فريق سلوم، المصاير مش أقل مأساوية وتنوع. سلوم نفسه المتنمر القوي تم قطع رأسه من قبل عناصر داعش بتهمة ارتداده عن الدين. مرعي وجاسم اللي صنعوا هدف سلوم لقيا حتفيهما في معركة بينهم وبين قوات حماية الشعب، يعني نفس القوات اللي استشهد زميلهم السابق أزاد وهو بيحارب في صفوفها. أما إخوات سلوم خلف وحسين فانضموا لقوات مجلس منبج العسكري، وده جزء من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة دولياً، واستشهد في حملة تحرير منبج من داعش. تيسير الحارس اللي كان في مرمى فريق سلوم خرج لألمانيا منذ 5 سنوات، ووائل العضو الأخير مصيره غامض ومحزن. القصة بتقول لا أخبار عن وائل، والبعض يقول أنهم عثروا على جثته في ليبيا حين انضم كآلاف المرتزقة السوريين. هنا صورة التمزق بتكتمل. مصاير أفراد الفريق ده كمان بتعكس تعقيدات الحرب السورية وتداعياتها المرعبة. القتل على إيد داعش بتهمة الردة، القتل في معارك ضد فصيل كان فيه زميلهم السابق، الاستشهاد في معارك ضد داعش ضمن فصيل تاني، الهجرة لأوروبا، أو الموت المحتمل كمرتزق في حرب ثانية بعيدة. محدش من الأطفال دول نجا من دوامة العنف والتشرذم والانقسام. كلهم أصبحوا وقود حرب هم ما اختاروهاش. القصة بتختم السرد المؤلم ده بتشبيه بليغ قوي. بتقول: تشتت شباب الحي المختلط وتبعثروا كذرات التبن وسط الريح في خضم هياج الحرب المجنونة. تشبيه دقيق وموجع فعلا. كرة الحرب اللي في العنمان ما بقتش مجرد استعارة عن ماتش كورة، لا دي بقت حقيقة دموية بلعتهم كلهم. تحولوا من أطفال بيلعبوا في حي واحد لذرات تبن متناثرة، مفيش ليهم لا حول ولا قوة قدام عاصفة الحرب اللي دمرت حياتهم ومجتمعهم.
رحلة قاسية فعلا أخذتنا فيها قصة ريبر هوبون. بدأنا من براءة الطفولة وألعابها، مرينا بمباراة قسمتهم بشكل رمزي، ووصلنا لتشتتهم المأساوي في حرب قسمت بلدهم بجد. المفارقة الأساسية اللي القصة بتبرزها هي التناقض الهائل ده. التناقض بين صراعات الطفولة الصغيرة، مين الأقوى مين يجيب الجون، وبين الصراع الأكبر اللي حسم مصيرهم في النهاية. زملاء الأمس بقوا أعداء النهاردة، أو ضحايا، أو لاجئين، أو مفقودين. كل واحد في مسار مختلف وغالباً مأساوي. القصة بتورينا إزاي النزاعات الكبيرة ممكن تعيد تعريف كل حاجة، حتى أبسط العلاقات الإنسانية. وده بيسيبنا في النهاية مع سؤال للتفكير، سؤال مهم: إزاي ممكن ذاكرة الطفولة المشتركة دي بكل اللي فيها من لعب ومنافسة وحتى أعداء بسيط تتعايش مع واقع الانقسامات العميقة والعداوات القاتلة اللي خلتها الحرب؟ وإيه اللي قصة الأطفال دول بتقوله لنا عن هشاشة التعايش الاجتماعي قدام رياح السياسة والصراع المسلح؟ وإزاي أدب زي ده ممكن يساعدنا نفهم الأثر الإنساني العميق للصراعات دي؟